بيبدأ فيلمنا بكائن كيوت ولطيف اسمه أولي، وبنعرف إن أولي من فصيلة كائنات غلابة وفي حالها اسمها البوكو. وبيخرج أولي لوحده ياخد جولة عشان يستكشف الجزيرة لحد ما بيوصل لشط النهر، وبيمسك أولي السبت بتاعه اللي بيلم فيه حاجته وبيشغل دماغه وبيحوله لقناع غطس بيلبسه وبيغطس بيه جوه البحيرة. ولما بينزل تحت المية بيشوف كائنات ومخلوقات بحرية شكلها عجيب، وفجأة بتطلع سمكة شكلها غريب فبينبهر بيها أولي جدا. وفي اللحظة دي بيظهر أبوه بيزعقله وبيقوله يا فرحة أمك بيك وانت رايح تسلم نفسك للسمكة. وبعدها بياخدوا أبوه بيرجعوا على البيت، وهناك بتدخل جدة أولي وبتحكي له حدوتة من ريحة الزمن الجميل، وبتقوله إن كائنات الوادي زمان كانت بتعيش مع بعض في أمان لحد ما بيظهر دبسوسة وغلاوي بينكد عليهم وبيعيشهم في رعب. وساعتها بتظهر كائنات ضخمة وطيبة شبه الجناين اللي بتمشي على الأرض واسمهم الديزو، وبتدي كائنات الديزو الحيوانات دي نبتة سحرية بتحقق لهم أمانيهم وبتحولهم لحيوانات تانية. وهنا بيحس الديب الشرير إن الليلة قفلت على كده والأمور فلتت من إيده، فبيقرر يستخدم النبتة دي عشان يتحول ويبقى نمبر 1. وفعلا بيتحول لوحش مرعب ومخيف اسمه ديب النار، وبيهجم على الإلديزو الغلابة وبيولع في 4 منهم وبيطرد الباقي برا الوادي. وبعدها بيقع جزء من الجبل في النهر وبيعمل سد بيمنع المية عن الوادي كله، وده بيخلي حيوانات الوادي تعيش في رعب وتلف حوالين نفسها من تاني. وبتأكد الجدة ان ديب النار لسه فارض سيطرته ومقدر الوادي لحد النهاردة. ولما بتخلص الجدة الحكاية بيطبطب الأب على أولي وبيقوله شعارنا دايما استخبى النهاردة تعيش لبكرة، الجري نص الجدعانة يا بطل. وبنعرف ان كائنات البوكو دول عندهم مناخير رادار بتعرف اي حاجة من ريحتها وبتميز الخطر قبل ما يجي. وتاني يوم الصبح بيروحوا كلهم عشان يحتفلوا بموسم حصاد البيبلت، ودي نبات شبه قرون البسلة جواها حبوب لذيذة شبه البندق وبتعيش عليها كائنات البوكو. وفجأة بيلمح أولي طائر جفان صغير، وعشان هو فضولي بيروح يصاحبه وبيعلمه ازاي يفتح قرون البيبلت وياكلها. فبينادي الطائر على باقي طيور الجفان اللي بيوصلوا للمكان بأعداد كبيرة، وبينزلوا أكل في البيبلت زي المفاجيع وبيمسحوه من على وش الأرض. ولما بيوصل أبو أولي بيتصدم من المنظر وبيخبط كف على كف وبيقول يا نهار أزرق ايه المصيبة اللي اتحتفت علينا دي. وبتمر السنين وبيكبر أولي وبيفضل شايل الهم وحاسس بالذنب، وده لأن طيور الجفان احتلت المكان وطردوا البوكو واستولوا على كل البيبلت. فبيحاول أولي يصلح غلطته وبيطلع يتسحب عشان يلم أي حبوب، لكن طائر جفان بيهجم عليه وبيطرده وبيرجع أولي ايد ورا وايد قدام كأنك يا ابو زيت ما غزيت. ولما بيرجع أولي البيت بيسمع أبوه وهو بيقول إن طيور الجفان عددها زاد جدا وكل مخزون البيبلت خلص، وده بيخلي أولي دمه يغلي فبيرمي الإناء بتاعه وبيكسره 100 حتة. وساعتها في لمبة بتنور في دماغه وبيفتكر ان طيور الجفان هربوا زمان لما نور الشمس انعكس من الإناء عليهم. فبياخد أولي حتة إزاز مكسورة وبيطلع يزغلل بيها عينين طيور الجفان عشان يمشوا من الجزيرة. وفعلا الطيور بتاخد ديلها في اسنانها وبتفلسع من المكان طيران. بس فجأة بيهجم طائر من الجفان على أولي وبيوقعه على الأرض، وبيفضل أولي يتدحرج زي الكورة لحد ما بيقع في حفرة غويطة. أوبا! وجوه الحفرة بيتصدم لما بيلاقي النتة السحرية اللي سمع عنها في حكاية جدته قدامه، وبيتشعلق أولي في خيوط العنكبوت عشان ما يلمسش النبتة ويعمل مصيبة. بس خيوط العنكبوت بتتقطع وبيقع عليها وبيحصل اللي ما يخطرش على البال. وبعدها بيخرج أبو أولي وأمه وأخوه يدوروا عليه وبيلفوا حوالين نفسهم لحد ما الليل بيليل. وفجأة بيسمعوا صوت أولي طالع من جوه الحفرة، فبيقربوا بسرعة عشان يطمنوا عليه ويخرجوه من الوقعة الطين دي. بس بيتصدموا وبيقفوا مذهولين لما بيلاقوا طائر جفان ضخم طالع من الحفرة. يا نهار أزرق! وساعتها بيطلعوا يجروا وركابهم بتخبط في بعض وبياخدوا ديلهم في اسنانهم. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت أولي طالع من الطائر نفسه، فبيفتكروا ان الطائر بلع أولي وبيصرخ أبوه بيقول يا دي النيلة السودة الوحش كل ابني هاتوه من كرشه. وبيتجمع كائنات البوكو كلهم وبيهجموا على الطائر الغلبان عشان يفرموه ويعملوا معاه الجلاشة، وبيحاصروه من كل حتة لحد ما بيوقعوه من فوق الجبل بره الجزيرة خالص. ووقتها بنكتشف المصيبة وإن الطائر ده هو أولي نفسه، وبنعرف بعدها إزاي جسمه بيتحول لطائر جفان بمجرد ما بيلمس النبتة السحرية. يا لهوي يا مصيبتي يا خرابي! وتاني يوم الصبح بيفوق أولي وبيلاقي نفسه مرمي في الوادي، وفجأة بيوصل 3 طيور جفان وواحدة منهم اسمها إيفي ومعاها 2 إخواتها،
وساعتها بيفضل أولي يصوت ويقول لهم أنا بوكو محبوس جوه جسم جفان يا خلق ياهو، وبيفضل ينتف في الريش اللي على جسمه كأنه بيلطم، وده بيخلي طيور الجفان يفتكروه مجنون وفصل شحنه ما بيجمعش، فبيطلبوا منه يروح معاهم بيتهم فوق جرف الجفان عشان يعالجوه ويروقوا الطاسة. وبتنفخ إيفي ريشها وبتقوله إن هي اللي أنقذت حياته لما وقع من فوق الجبل، فبيتعصب أولي وبيقول لها نعم يا أختي أنت بتستعبطي، ده أنت اللي هجمتي عليا ووقعتيني في الحفرة. لكن إيفي بتعمل من بنها لأنها مش فاهمة هو بيتكلم عن إيه أساسا. وفجأة بيسمعوا صوت ديب مرعب، فبتصوت إيفي وبتقول لأولي يطير بسرعة، بس أولي لسه أبيض يا ورد وما بيعرفش يطير أصلا. وساعتها بتدهنوا إيفي وإخواتها بالطين عشان الديب ما يشمش ريحته، وبيطيروا بعيد وبيسيبوه لوحده. وبعد شوية الديب بيمشي وبيروح أولي على البحيرة عشان ينظف نفسه من الطين. وساعتها بيتفاجئ بالسمكة الغريبة اللي كانت هتعمله شاورما زمان، وبنعرف إن اسمه بوجل. وبيفضفض أولي معاه وبيحكي له إزاي لبس في الحيط وتحول لطير بالغلط، وإنه بيدور على نبتة بتنور عشان ترجعه لشكله الطبيعي. فبيرد عليه بوجل بكل برود وبيقول له أنت شاغل بالك ليه يا عمنا؟ النبتة اللي بتنور دي مرمية بالكوم هناك عند الشجر الميت. وفعلا بياخد أولي ديله في سنانه وبيروح يدور على النبتة ويخلص من الورطة دي. وبعد شوية بيلمح النبتة السحرية منورة وسط الشجر الميت، بس فجأة بتنط إيفي قدامه وبتعرض عليه المساعدة عشان هو لسه ما بيعرفش يطير. فبيشاور لها أولي على النبتة من بعيد وبيقول لها هاتيها بسرعة خلينا ننجز. بس يا فرحة ما تمت، أول ما بتلمس إيفي النبتة بيحصل اللي ما يخطرش على بال، وبتتحول في ثانية لكائن من البوكو. وبيتصدم أولي جدا عشان النبتة دي كانت أمله الوحيد إنه يرجع لشكله الطبيعي. وبيلف وبيرجع للسمكة بوجل تاني عشان يسأله عن مكان أي نبتة تانية تنقذ الموقف. وبتمشي إيفي وراه زي ضله عشان توصل للنبتة وترجع لطبيعتها هي كمان. وساعتها بيبقى هما الاتنين هدفهم واحد ومفيش قدامهم سكة غير إنهم يتعاونوا. وبيطمنهم بوجو وبيقول لهم انتوا شايلين الهم ليه؟ النبتة السحرية دي مرمية بالكوم جوه الوادي. وبيأكد عليهم بوجل وبيقول لهم إن النبتة دي موجودة تحديدا عند الشلال العظيم. وبعدها أولي وإيفي بيسحبوا نفسهم وبيتحركوا ناحية الجبال العالية اللي عندها الشلال. وفي السكة بيعاني أولي وبيمشي يخبط في الحلل وعامل زي الفرخة الدايخة عشان لسه أبيض وما بيعرفش يطير بجناحات الجفان دي. وفجأة بيسمعوا صوت دياب قريبة، فبيستخبوا بسرعة لأن الجري نص الجدعنة، واللي يخاف من العفريت يطلع له. ولما بيبصوا من بعيد بيلاقوا ديب صغير تايه وبيدور على أبوه. وفي الوقت ده بيفضل أولي وإيفي ينقروا في بعض زي الضراير، وبيزعق فيها وبيقول لها انت بتستعبطي يا ست هانم، احنا هنبات هنا. وما بياخدوش بالهم خالص ان قطيع ديابه جعانه محاصرهم من ورا. يا دي النيله السود، احنا خدنا الخازوق المتين. وساعتها بيهجم قطيع الديابه عليهم عشان يفرمهم ويعملهم حواوشي، وبيخلعوا طيران وبيدخلوا يستخبوا جوه كهف ضلم كحل ما يتشافش فيه كف الايد. وبعد شويه بيستغربوا جدا وبيضربوا اخماس في اسداس لما بيلاقوا الديابه وقفت بره وما رضيتش تهوب ناحيه الكهف، كانهم شافوا عفريت وقالوا يا فكيك. وفجأة بتشم مناخير إيفي ريحة بشعة وتقطع الرزق، عاملة زي ريحة شراب بقاله شهرين ما اتغسلش مالية المكان. وهنا بنكتشف المصيبة، وإن الكهف متلغم تعابين مستخبية وعاملة نفسها جذور شجر على الأرض. نهار اسود ومنيل، احنا هربنا من الجزار وقعنا في بتاع الشاورما. لكن بالرغم من كده الديابة ما بتسكتش بره وبتعوي بصوت عالي بيرج الكهف رج. وبسبب ده بتفوق التعابين من نومها المأنتخ وبيتقلب الكهف كله فوضى ومولد وصاحبه غايب. فبياخد أولي وإيفي ديلهم في سنانهم وبيحطوا في الفتيس وبيطيروا عشان يخلعوا لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل. وفي اللحظة دي بيتصدموا وبيضربوا أخماس في أسداس لأنهم ما بيلاقوش أي سكة ولا مكان يهربوا منه. الطريق آخره سد والنهاية واحدة. وبيترعب أولي وبتخبط ركبه في بعضها، وده لأن الحل الوحيد للهروب من الوقعة دي هو الطيران، وهو لسه أبيض يا ورد وما بيعرفش يطير. ومن غير أي تفكير بتزقه إيفي من على الحافة وبتنط وراه فورا بقلب ميت. وساعتها بيفضل أولي يصوت ويجيب ناس تصوت من الرعب وهو بيقع زي البطيخة في الهوا. وفي الوقت ده بتزعقله إيفي وبتقوله افرد جناحك يا فلتة زمانك احنا هنموت. وبتعلمه ازاي يستخدم جناحاته. بسبب ده بيرفرف أولي بجناحاته بعنف زي الفرخة الدايخة من غير أي سيطرة وبيمشي يخبط في الحلل. بس فجأة بتربط معاه وبيفهم أولي الليلة وبيقدر يطير بجد، وبيطير زي الصاروخ في الهوا وإيفي راكبة فوق ظهره وبيحس بالحرية والروقان. وبيفضلوا يضحكوا ويطيروا مع بعض في الوادي وعاشوا اللقطة ومزاجهم بقى فل. وفي الآخر بينزلوا بسلام على الأرض في مكان بعيد عن الكهف والتعابين المكهربة دي. وبعد شوية بيشكر أولي إيفي من قلبه علشان زقته وعملت معاه الصح وعلمته الطيران.
فبيقرر يكمل طريقه للشلال فورا عشان يجيب النبتة السحرية ويخلص القصة دي. بس ايفي بتوقفه وبتقوله انت بتستعبط يا عم الحاج، الليل والضباب غطى الوادي كله، وبتفهمه ان الطيران في الضلمة الكحل دي يعتبر انتحار، وبتصمم انهم يكملوا السكة الصبح على مية بيضة. وبتسمع ايفي بطن اولي بتصوصو من الجوع وعاملة حفلة، فبتديله نبات غريب ياكله علشان يسد بيه جوعه ويصبر نفسه. وبتحكي له ان النبات ده بينقذ طيور الجفان من الانقراض زمان لما كانت الدزو بتختفي من الوادي، لكن للأسف النبات ده ما بيكونش كفاية وبتموت طيور كتير من الجوع، ومن ضمنهم أم وأبو إيفي يا وجع القلب. وفي الوقت ده بيسكت أولي خالص وما بينطقش ولا كلمة، وبيسمع حكايتها الحزينة بكل وقار. وبتكمل إيفي كلامها وبتقول إنها بتشيل الشيلة وتتحمل مسؤولية إخواتها الصغيرين لوحدها بعد موت أهلها. وبتحكي له إيفي عن اللحظة اللي بتقلب الموازين وبتغير كل حاجة، وإنها في يوم بتلاقي حبات البيبلت اللي بتنقذ طيور الجفان من الموت. وقتها بنكتشف المفاجأة وبنقول شفيق يا راجل، لأن إيفي هي نفسها الطائر الصغير اللي أولي علمه إزاي يفتح البيبلت من سنين. وساعتها بيتصدم أولي وبيتخرس مكانه، وده لأن دي نفس اللحظة اللي بتدمر حياة كائنات البوكو زمان وبتجيبهم الأرض. وتاني يوم الصبح بتلمح إيفي الشلال العظيم من بعيد، فبيطير بيها أولي زي الصاروخ لحد ما بيلاقوا كائن الدزول ميت قريب من الجبل. بس بتظهر مشكلة، وهي ان المكان ده بقى وكر متلغم بالديابة. يا دي النيلة السوداء، احنا لبسنا تاني. وساعتها بيقابلوا السمكة بوجل وش الوش من تاني، وبيفاجئهم بوجل بقلبه الميت وبيقول لهم سيبوا لنا الطلعة دي يا شباب، انا عندي خطة ألي بيها الديابة عشان تقدروا توصلوا للنبتة وتخلصوا الحوار ده. فبيتصدم أولي لأن بوجل مستعد يضحي بنفسه عشانهم ويعمل معاهم الصح. وبيفتح بوجل قلبه وبيفضفض معاهم بوجع، وانه وحيد جدا وبيعيش سنين طويلة بيلف المحيطات بطوله ومقطوع من شجرة. وبيفهمهم انه بيعتبر أولي وإيفي أصحابه الحقيقيين، واللقطة دي لقطتهم. ولما بيخلص كلامه بيطلب منهم طلب واحد أول ما يرجعوا لطبيعتهم، وبيبص لهم بكسرة وبيقول لهم أنا كل اللي طالبه منكم تساعدوني ألاقي نبتة سحرية ليا عشان أعيش معاكم على الأرض وما بقاش وحيد تاني. وفورا بتوعده إيفي بجدعنة ولاد البلد إنهم هيقفوا في ظهره وهيساعدوه يحقق حلمه. وبينشرح قلب بوجل وبيبدأ ينفذ خطة السمكة الطعم فورا. وبيتحرك بوجل ناحية الديابة وهو بيتميل في المية، وبيطلع فوق صخرة وبيفرفر كأنه بيموت عشان يخلوهم يطمعوا فيه ويجيبوا آخره. وفعلا بتجري الديابة ناحية المية زي المجانين عشان يصطادوه، وفي آخر لحظة بيغطس بوجل في العمق وبينجح في خطته بامتياز. وساعتها بيتسحب أولي وإيفي جوه الوكر وبيدوروا بعيونهم لحد ما بيلمحوا النبتة السحرية اللي بتنور في الضلمة. بس يا فرحة ما تمت، بيتصدموا لما بيلاقوا نبتة واحدة بس يتيمة. يا نهار أبيض. وفورا بتفتح إيفي بقها وبتطلب إنها تستخدم النبتة الأول عشان ترجع لطبيعتها، وبتقول يا أولي لو رجعت جفان هعرف أطير وأجيب لك النبتة التانية في لمح البصر، ادي الأمان. وفي الوقت ده بيتردد أولي لأنه قلبه مش مطمن ولسه مش واثق فيها 100%. وبياخد أولي نفس عميق وبيقرر يفتح الدفاتر القديمة ويكشف لإيفي الحقيقة المرة اللي مخبيها من زمان. وبصوت واثق بيقول لها قبل ما تاخديها لازم تعرفي ان اللي دمر حياتكم زمان كان بسببي انا. وبيبص أولي في عينيها وبنبرة كلها وجع وكسرة بيقول لها فاكرة الطائر الصغير اللي علمك تفتحي البيبلت زمان؟ اهو ده انا اللي دمرت بيت اهلي بايدي وبغباوتي. انا عايش بذنب بيحرق في قلبي كل يوم، وابويا لحد النهارده ما بيبصش في وشي لان غبائي خرب كل حاجة وخلى شعبي يسف في التراب. وفجأة قبل ما إيفي ترد وتستوعب الصدمة بترجع الديابة للوقت تهجم عليها هجمة رجل واحد. فبيصرخ أولي وإيفي من الرعب وبينادوا على بوجل بأعلى صوت يا بوجل الحقنا يا غالي، الليلة قفلت على كده. وفي عز الفوضى والهرجلة بيقع أولي وإيفي بالغلط على النبتة السحرية، وبيشتغل التحول فورا وبيغطسوا هما الاتنين جوه المية. بس يا فرحة ما تمت، بدل ما يرجعوا لطبيعتهم بيتحولوا لسمكتين شبه بوجل بالظبط. ووقتها بتنور اللمبة في دماغ إيفي وبتفهم اللعبة وبتقول يا نهار اسود، النبتة دي بتترجم اللي في دماغنا فورا، احنا كنا بنفكر في بوجل فحولتنا مخلوقين لشكله. وبيتعصب أولي وبيولع لأن الدنيا اسودت في وشه وحاسس انه بيبعد عن بيته وحياته اكتر من الاول. وبيزعق وبيقول انا كنت بوكو بقيت جفان ودلوقتي بقيت سمكة، المهزلة دي منين بيودي على فين؟ انا قفلت منك. وبياخد أولي جنبه وبيزعق لإيفي قبل ما يمشي وبيقول لها احنا كائنات ما يجمعناش سوء ولا في بينا عمار، سيبيني في حالي بقى. بس بوجل بيقطم الكلام وبيقول له يا عم روق الطاسة، لسه في الجراب خبيئة، انا عارف مكان نبتة سحرية تانية. وبيعرفهم ان النبتة دي مستخبية عند مكان اسمه الصخور المخفية، وده اخطر وكر في الوادي كله ومحدش بيهوب ناحيته عشان يروح فيها. وبيأكد عليهم بوجل بجد وبيقول لهم انسوا توصلوا هناك لو كل واحد ماشي بدماغه، لازم تحطوا ايدكم في ايدين بعض، الوحدة دي بتسحب الواحد لطريق ضلمة.
ولما بتسمع إيفي الكلام ده بيحن قلبها لأولي وبتعترف له بكسرة وبتقول له يا أولي أنا ما كنتش أعرف إن اللي عملته زمان دمر حياتك وشعبك بالشكل ده. أنا كنت بنقذ إخواتي الصغيرين من الجوع وما كانش قدامي سكة تانية. أنا أسفة على كل اللي حصل، حقك عليا يا ابن الأصول، خلينا نبدأ صفحة جديدة. وبعدها بيحطوا إيديهم في إيدين بعض وبيقاموا تيار المية اللي زي الغسالة العصر لحد ما بيوصلوا قدام الصخور المخفية. وبيطير أولي من الفرحة أول ما بيلمح نباتات سحرية كتير منورة فوق الشلال، والجو كان هيحلو. وفجأة بتطلع لهم وحوش الصخور من تحت المية زي عفاريت العلبة، لا وعايزين يعملوهم سمك سنجاري بخلطة الليمون كمان. بس بفضل الله بيقدر أولي وإيفي وبوجل إنهم يفلسعوا من بين سنانهم وبيوصلوا للنبتة بأعجوبة كأنهم طالعين من خرم إبرة. ولما بيحاولوا يقربوا للنبتة السحرية بيتصدموا بقطيع الديابة واقف لهم بالمرصاد، والجو بيقلب فوضى وهرجلة. وفي عز الدوشة ديب صغير بيتزحلق وبيقع وبيتشعلق في غصن شجرة، ولما أولي بيشوف الديب الصغير وهو بيستغيث قلبه بيحن وبيصعب عليه لأنه مش بتاع غدر. فبيقول له بوجل بجدية يا عمنا طنش، ده ديب وعدونا، احنا يا دوب نلحق نفسنا من القطيع اللي بره. بس أولي بيقف وقفة رجالة وبيرفض يبيع الغلبان ده مهما حصل، وبينفذ خطة ذكية بياخد فيها غمزة من إيفي وبيخطف الديب الصغير من الغصن في آخر لحظة. وبعدها بيوصلوا للنبتة اللي بتنور وبيلمسها أولي وإيفي، وفورا بيرجعوا لهيئتهم الطبيعية وبيفوقوا من اللي هم فيه. وبعدها بيحاول بوجل يقرب من نبتة تانية عشان يغير حاله، بس بدل ما يتحول لكائن مسالم فجأة بيتقلب لديب النار المرعب اللي بياكل الأخضر واليابس. يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا لبسنا في الحيط تاني. ووقتها بيتجمد أولي وإيفي في مكانهم من الرعب لما بيكتشفوا إن السمكة بوجل هو نفسه ديب النار من البداية، وبنعرف إن هو الوحش اللي قتل كائنات الدزو ودمر الوادي زمان. وبيتجنن أولي وبيصرخ فيه وبيقول له ليه عملت كل المصايب دي؟ وهنا بيفتح ديب النار قلبه بكسرة وبيحكي لهم عن ماضيه الحزين وبيقول لهم قطيعي طردني وانا صغير وكل الكائنات رفضتني والوحدة حولتني لوحش مليان كراهية. انا قررت اولع في الوادي عشان الكل يدوق نفس العذاب اللي عشته. وبنعرف ان ديب النار كان بيحكم الوادي زمان لحد ما كائنات الدزو حبسوه في جسم سمكة باخر نبتة سحرية. وساعتها بتحاول إيفي توصل لنبتة تانية لكن ديب النار بيمنعها بوحشية وبيضربها ضربة قوية وبيسيبها واقعة في الارض وبيخلع. ووقتها بيربط أولي إيفي وبيفضل يشدها ويجرجرها لحد ما بيوصل لصخرة الجفان عشان يعالجوها. وهناك بتجري طيور الجفان عشان تلحق إيفي وتساعدها. وتاني يوم الصبح بيفوق أولي وبيصدموه بيقولوله إن إيفي ماتت، وبينهار أولي والخبر بيكسره وبيحس إن الدنيا اسودت في وشه. بس فجأة بتظهر إيفي وراه زي الطيف وبنعرف إنها عايشة وبخير. ومن هنا بياخدها أولي في حضنه بقوة وهو مش مصدق عينه من الفرحة. وبعدها بيكتشف أولي إن طيور الجفان عايشة مبسوطة وزي الفل بسبب حبات البيبلت اللي هو علمهم يفتحوها زمان. ووقتها بتفهمه إيفي إن الإحساس بالذنب اللي كان بياكل فيه ده ملوش لازمة خالص، وبتقوله الغلطة اللي انت فاكر إنها دمرت البوكو هي نفسها اللي أنقذت الجفان من الانقراض. وساعتها بيحس أولي براحة غريبة وبيعرف إن اللي عمله زمان ما كانش كله شر وبيبدأ يسامح نفسه. بس اللحظة الحلوة دي ما بتكملش، فجأة بيكتشفوا إن ديب النار ولع في نص الوادي والدنيا بقت كباب. يا دي النيلة، المصايب بتيجي ورا بعض زي القطر. وفورا بيجمع أولي طيور الجفان عشان ينقذوا الحيوانات اللي اتحبست وسط النار، وبياخدوهم كلهم ناحية الشط. بس المشكلة إن مفيش مكان آمن يعيشوا فيه والكل بقى محتار يعمل إيه. وفي الوقت ده بتظهر الديابة فجأة والكل افتكر إنها النهاية، بس إيه، بتقرب منهم وبدون أي عداء. وبدل ما يهجموا بيشكروا أولي وإيفي عشان أنقذوا ابنهم الصغير قبل كده، والدم لما بيحن بيعمل عمايله. وساعتها بتساعد الديابة في نقل الحيوانات لجزيرة البوكو وبيركبوهم على طوافات خشب زي ما يكونوا في رحلة نيلية. ولما بيوصلوا بيقابل أولي أبوه أخيرا وبياخده في حضن ينسيه التعب والهم. وهنا بيقدر أولي يقنع أبوه إن الثقة في الكائنات التانية مش ضعف أبدا، وإن الإيد الواحدة ما بتسقفش. وبيفهموا إنه طول ما إيديهم في إيدين بعض هيبقوا أقوى من الخوف والزمن. بس فجأة بيهجم ديب النار على الجزيرة عشان يولع فيها ويحولها لرماد. وساعتها بيقرر أولي يعمل خطة مجنونة وبيحاول يحبس الوحش ده زي ما كائنات الدزو عملوا زمان. وبينادي أولي على أرواح الدزو عشان تساعده، وبمعجزة بتظهر قدامه نبتة سحرية بتشع نور. وبدون أي تفكير بيلمس أولي النبتة وبيتحول لكائن دزو عملاق وقوي جدا. وبعدها بيقف أولي وش لوش قدام ديب النار في معركة حياة أو موت، والجو كله نار وشرار. بس بيطلع ديب النار على جسم أولي الخشبي وبيولع فيه النار والجو بيسخن جامد. وفي اللحظة دي بيفهم أولي إن مفيش حل لإنقاذ الوادي غير إنه يضحي بروحه. ومن هنا بيكلبش أولي ديب النار بفروعه الضخمة وبيسحبه معاه. وهنا بيختار أولي يضحي
بيسلم نفسه عشان ينقذ كل الكائنات وينهي عصر الرعب ويسيب ذكراه بطل في قلوب الكل. وبعد مرور شهور الوادي رجع ينور من تاني، والسلام حل في كل حتة، والحيوانات عايشة سمنة على عسل. والأول مرة من سنين طويلة كل الكائنات بتتعايش مع بعض في أمان تام، ومن غير ما حد يخاف من خياله. الوادي كله اتحد وبقى ايد واحدة زي ايام الديزو العظيمة بالظبط، وكأن الارض صحيت من غيبوبتها. حتى كائنات الديزو رجعت تاني وملت الدنيا خير وبركة. وفي يوم والكل مستجم فجأة بيظهر أولي وسطهم وكأنه نازل من السما. فبتقف ايفي مصدومة وعينها مفتوحة على الاخر وبتسأله بصوت مرعوش: مش انت مت يا بطل؟ احنا مش دفناك بايدينا يا جدع؟ فبيبتسم أولي وبيقول لها: يا ست العارفين، كائنات الديزو دول لما بيموتوا بيسيبوا نبتة سحرية والباقيين استخدموها وساعدوني ارجع لطبيعتي من تاني. وبترجع اللمة الحلوة تحلو والقصة بتخلص والكل عايش في تبات ونبات. وبكده بتخلص حكايتنا النهاردة، بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش. وعشان يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. والسلام.